الله عن الحدود الشخصية. طبعا المحاضرة دي بتيجي أهميتها من قد إيه إن قدرة الإنسان على إن هو يحط حدود مع الناس وهو بيتعامل معاهم بتحميه من شر وأذى كبير جدا ممكن يتعرض عليه، يعني يتعرض ليه بعدين. لأنه للأسف الناس المؤذية هي دايما بتستغل الشخص اللي ما عندوش حدود، الشخص اللي دايما بيشكك في نفسه، الشخص اللي دايما هو مش عارف هو عايز إيه. فتقدر تقول كده إن دي بتكون بالنسبة له فرصة هو بيستغلها. فمن هنا بتيجي أهمية الحدود الشخصية. طبعا الحدود بمعناها البسيط احنا بنعتبرها دي القواعد اللي احنا بنحطها أو بنبقى ماشيين عليها في علاقتنا بالناس عشان نبقى حاسين بالسلام، حاسين بالأمان، حاسين بالراحة في علاقتنا بالشخص اللي قدامنا. ما نحسش إن الشخص اللي قدامنا أو العلاقة اللي إحنا موجودين بيها موجودين فيها، أيا كان العلاقة دي مع حد من صحابك، مع أهلك، مع زمايلك في الشغل، أيا كان، إن أنا ما أحسش إن أنا بيتم استنزافي أو إن أنا مش على راحتي في العلاقة دي. طبعا القواعد دي بتنقسم إلى شقين. إن أنا عندي في حدود داخلية، والحدود الداخلية دي بتكون مرتبطة بالالتزامات والاتفاقات اللي بيني وبين نفسي. أنا عارف أنا إيه اللي أنا بسمح بيه، وعارف اللي أنا ما بسمحش بيه. رقم اتنين بتيجي عندنا الحدود الخارجية، ألا وهي هي العبارات أو التصرفات اللي أنا بستخدمها عشان أرسم الحدود دي بقى مع علاقتي مع الشخص التاني. يعني على سبيل المثال، لو أنا كنت شخص ما بحبش التعاملات المادية بأي شكل مع أي شخص، يعني ما أحبش إنه حد يستلف مني أو أسلف حد، أو إن أنا أستلف من حد فلوس. أنا مثلا دي حدود داخلية بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي رافض الأمر ده. فده خلاص دي حاجة أنا ملتزم بيها مع نفسي إن أنا مش هعمل مع حد الحاجة دي. فلما يجي حد يطلب مني فلوس مثلا، فهنا بتيجي بقى بتبان الحدود الخارجية. أنا إزاي هقول للشخص اللي قدامي إن أنا مش بحب إن أنا أتعامل إن يكون في تعاملات مادية، أو إن أنا أسلف حد فلوس أو غيرها من الأمور دي. وهنا دي اللي بنسميها الحدود الخارجية. في ناس مثلا ما تقبلش ابدا انه حد مثلا يعلق عليها او يسخر منها حتى ولو على سبيل الهزار، وحتى لو كنا اصحاب. انا ما بقبلش ده، وده بيضايقني وبيزعجني، وبحس مثلا باهانه، او بحس انه ده مش مناسبني بصراحه، مش انا الشخص ده. فدي هنا حدود داخليه بيني وبين نفسي، انا عارف انا ما بقبلش ايه وما بحبش ايه. بتيجي الحدود الخارجية يوم ما حد يجي يتصرف معايا التصرف ده، انه يتريق عليا او يضحك الناس عليا واحنا قاعدين في قعدة. الكلمات او العبارات او التصرف اللي هيصدر مني بعد ما هو يعمل كده عشان ابين له او اعرفه ان ده تصرف او فعل بيزعجني، ده هنا اللي بنسميها الحدود الخارجية. انتوا عارفين يا شباب ان الناس بتنقسم الى شقين. في حد هو مش عارف هو انا ايه اللي مناسبني وايه اللي مش مناسبني اصلا، هو تايه مع نفسه، هو مش عارف ايه اللي يقبله وايه اللي ما يقبلوش، ودايما متشكك في نفسه، ودايما يروح يسأل هو انا كنت المفروض اقول ايه، هو انا كنت المفروض اعمل ايه. في نوع تاني من الناس وبيبقى عارف هو عايز ايه ومش عايز ايه، وعارف هو بيقبل ايه وما بيقبلش ايه، بس بيكون دايما عنده مشكلة في ان هو ازاي يعبر عن ده، ازاي يقول ده للناس. وكتير جدا من الناس بنشوفهم منكم بيبقوا خايفين ان هم يعبروا للشخص عن انزعاجهم او مضايقتهم من حاجة، خوفا من انه الشخص ممكن يتضايق منه، او ان الشخص ممكن يفكره مغرور، او ان هو يفقد تقدير الشخص اللي قدامه، او يفقد محبته. طيب، تعالوا كده نتكلم مع بعض عن حاجة اسمها أشكال الحدود. يعني هل الحدود دي ليها أشكال؟ قال لك آه. وأشهر شكل منهم اللي بنسميه الشخص بلا حدود، هو ما عندوش حدود أصلا. احنا دايما يا جماعة بنشبه الحدود دي بكأنه بيت، يعني كل شخص مننا هو بيت. فكل بيت معروف إنه ليه باب، وإن البيت ده مثلا متحوط بسور، فالشخص ما يقدرش يدخل البيت إلا إذا أنا فتحت له الباب. الشخص البلا حدود يكاد يكون هو ساب الباب مفتوح، اي حد اهلا وسهلا يتفضل ان هو يدخل.
الأسوار بتاعته واطية جدا، فسهل أي حد ينط ويدخل ويا مرحبا ويا أهلا وسهلا بيه. دايما الأشخاص بلا حدود دول بنقول عليهم الأشخاص اللي ما بيقدروش يقولوا لأ، ما بيقدروش يعبروا عن أي حاجة بتضايقهم أو بتزعجهم للشخص اللي قدامهم. دايما بيحس إن هو دايما مضطر إنه يجي على نفسه في سبيل راحة الآخرين. دايما يحب يلعب هو دور المنقذ أو المصلح. وفي نفس الوقت على فكرة هو يا ريته بيبقى مرتاح كده خالص، ده أكتر شخص بيحس بالاستياء والإرهاق ويحس بالاستنزاف، ودايما يروح يتكلم كمان فيما بعد مع ناس تانيين انه ازاي الناس وحشين كده، ازاي الناس بتقتحم حدودها، ازاي الناس ما بتراعيش مشاعري، ازاي وازاي وازاي وازاي، ويبقى دايما حاطط اللوم كله على الناس. انا بس عايز اقول له انه آه، لو انا ماشي في الشارع ولقيت فلوس على الارض انا هوت تاخدها، انما انت اللي هتبقى مطالب ان دي مادام حاجتك ومادام دي حاجه تخصك ومادام دي حاجه غاليه عندك، انت المفروض تحافظ عليها. حافظ عليها دي يعني حط لها حدود. يعني ما ينفعش ابقى ماشي والفلوس طالعه من جيبي واقول والله ده انا اتسرقت، الناس ازاي تسرقني، ازاي ما حدش، ما هو انت اللي ما حافظتش على الحاجه بتاعتك. اللي اغتصب حقك ده اكيد ده تصرف غير مقبول. بس احنا مش هنفضل العمر كله نقول ان الناس مؤذيين وان الناس بتتصرف قصادنا تصرفات غير مقبولة او الناس ازاي مش بتراعي مشاعر بعض. لا خلاص بقى، احنا المفروض ننط خطوة فوق كده، وانا اللي ابدا ارسم حدودي، عشان لو كان اللي قدامي مؤذي هو يخاف يقرب لي، لانه شايف ان في حدود انا حاططها، عارف ان هو لو جرب ان هو يتخطاها هيلاقيني بديله على دماغه. بديله على دماغه دي بكل شياكه، مش بقول لك اعملها بقله ادب. انا بعرف اللي قدامي ان اللي انت عملته ده مش مسموح ومش مقبول، ومش هسمح ان هو يتكرر تاني، وان انت هتلاقي تصرف مش هيعجبك لو ده حصل مره تانية. بقول ده بثقه. آه، ولو الشخص قرر ان هو يعيد ده، لا انا لازم يكون ليفل العتاب او رد الفعل لازم يكون اعلى من المره الاولى، عشان يبقى مدرك ان لا هنا في اسوار عاليه مش سهل ابدا ان انت تتخطاها. فخلي بالك وسجل عندك كده لو كنت انت شخص من النوع اللي بلا حدود. طيب، تاني نوع بيسميه الحدود الفقاعيه. يعني ايه حدود فقاعيه؟ لو قلنا ان النوع الاولاني هو شخص بيته بلا باب وبلا اسوار، النوع التاني ده اعتبر انه شخص قاعد جوه فقاعه، هو عمل فقاعه كده وقاعد جواها. هو يعتقد ان هذه الفقاعه هي قويه جدا، لأنه ما بيسمحش لأي حد إن هو يدخلها أبدا. هو مانع ورافض أي حد إنه يقرب منه، إنه يعرف عنه أي حاجة، وهو عازل نفسه عن الناس وعايش في صمت وعايش جوه الفقاعة دي. بس هذه الفقاعة على درجة عالية جدا من الهشاشة، يعني سهل في أي لحظة تتفرقع. ليه بقى؟ الشخص ده دايما بيسمح لشخص واحد بس إن هو يخش الفقاعة دي. طب دي حاجة كويسة ممكن، إلا إن الشخص دوت بيدي كل الصلاحيات وكل الإمكانيات ويخلي نفسه كتاب مفتوح للشخص اللي داخل حياته ده، الشخص الواحد ده. إذن هو عزل نفسه عن الناس كلها وخلى شخص واحد بس هو فاتح له كل حاجة. طب ده بيعمل مشكلة؟ بيعمل مشكلة، لأن وارد جدا الشخص الواحد اللي أنت دخلته ده ما يبقاش أحسن حاجة. فأنت هتبقى عزلت نفسك عن الناس لأن أنت حاسس بعدم الأمان، فقرب منك شخص فاديته الأمان كله، فالشخص ده خان الأمان، فأنت هترجع تعمل إيه؟ هترجع تقفل نفسك عن الناس تماما، وهتقرر إنه ولا أحد هتسمح له إن هو يدخل الفقاعة بتاعتك. في الغالب الناس اللي بتفكر بالمنطق ده، الشخص اللي دايما بيقربوه منهم هو الشريك العاطفي، يعني الشخص اللي ممكن هرتبط بيه أو بحبه أو منجذب ليه. وللأسف ده من أكبر وأكثر الأخطار اللي الناس دايما بتقع فيه. عشان كده قلت لك إن الفقاعة دي هشة جدا. هشة ليه؟ لأن أنت الشخص اللي دخل حياتك ده أنت اديته كل مفاتيحك، عرفته كل نقط ضعفك، سمحت له إن هو يعمل كل حاجة. وللأسف ده مش صح. إحنا يا جماعة الحدود الشخصية بتتحط مع الكل، وأولهم المقربين لينا، مش الناس البعيدة عننا أو الناس اللي ما بتربطناش منهم غير علاقات رسمية أو شغل أو زمالة أو غيرها من الحاجات دي.
طب انت ليه بتقول كده يا دكتور؟ عشان يا جماعة احنا لما بنتأذي الأذى بيبقى قوي فعلا لأن هو بيجي من المقربين لينا، مش لأن هو جاي من حد بعيد. فإذا الأولى إن أنا أحط الحدود مع المقرب ده، لأنه لو صدر منه أذى ناحيتي أو تخطى حدودي أنا أحس بأذى كبير، لأن أنا الشخص ده أنا بديله قيمة. إنما لو شخص عابر أو شخص عادي أنت مش هيبقى فارق لك أصلا الشخص ذات نفسه، وهيبقى عندك القدرة إن أنت تحط له حدود لأن في مسافة بينك وبينه تسمح إن أنت ترسم حدودك. تالت نوع من الحدود يا شباب بنسميها الحدود المتطرفة الصارمة. الشخص ده الغلطة الأولى معاها الغلطة الأخيرة. مش لسه هنحط حدود، هو مسافة ما حد غلط معاه في حاجة أو تعدى حدوده في حاجة هو مش هيعرفه حدوده، مش هعرف الشخص حدوده ووقفه عند حده. لا لا لا، يلا يا عم، يلا مع السلامة، أنت لسه هتوجع دماغنا. لو بيتعامل مع السوشيال ميديا أحلى بلوك في ثانية إلا ثانية. لو بيتعامل معاه في الحقيقة أو غيره خلاص، هو من الثانية دي هو مش هيشوف الشخص ده ومش هيتعامل معاه ومش هيديله وش أصلا، من غير ما يعبر عن إن ده أزعجه أو إن ده ضايقه. من غير ما يعبر. عشان كده ده بنسميه الحدود المتطرفة الصارمة، إنه الشخص بالنسبة له من أول غلطة خلاص هو بيقول إيه، أو بيعتبر إن الغلطة الأولى دي هي مقدمات لأخطاء كتيرة جدا جاية، فخلاص بيجي مخرج الشخص من حياته تماما وبيتعامل معاه بطريقة طريقة فيها نوع من السلبية، على الرغم ان هي صارمة عشان هو معبرش وما قالش ان ده بيضايقني او ما لفتش نظر الشخص الاول ان الحاجة دي بتزعجني. لا، انا على طول لغيت الشخص وكأني عملت عليه اكس. نيجي الرابع نوع اللي هو الحدود الغاضبة. دايما دي بقى بتبقى موجودة في الناس العصبيين، الناس اللي عندهم الغضب شديد جدا وبيطلعوا مرة واحدة في الأشخاص اللي قدامهم. مشكلة الحدود الغاضبة إن الشخص بيفضل مستحمل اللي قدامه، مستحمل اللي قدامه، مستني إن اللي قدامه يفهم إن ده بيضايقه، مستنيه إنه يفهم إن ده بيزعجه. طب اللي قدامه ما فهمش، يجي بقى إيه؟ خلاص بقى أنا اتمليت منك، أنا اتقفلت. هيجي ممكن من حاجة صغيرة جدا الشخص عملها وجاه هابب فيه بقى وينفجر فيه ويتعصب عليه وممكن يهين الشخص اللي قدامه وممكن يعمل فيه العمايل. طب ليه ده غلط؟ الغلط ان انت فضلت مستحمل مرة واتنين وتلاتة، ما نبهتش الشخص، انت سكت، انت انتظرت ان الشخص اللي قدامك يفهم من نفسه، وده مش صح. انت لازم تلفت نظر اللي قدام، لان قلت لك الاشخاص بطبيعتهم انت ما دام سكت عن الشيء اذا كانها موافقة ضمنية منك ان انت موافق على التصرف ده، انت عندكش مشكلة معاه. طب رقم اتنين، انت لما بتيجي تتعصب وتغضب على الشخص انت بقى مش بتتعصب على اللقطة ولا المشكلة اللي هي حالية، لا، ده انت معبي استياءات كتيرة جدا جواك، ده انت تعالى لي بقى، ده انا مستحملك بقالي كتير. هتبدأ تدخل في الشخص اللي قدامك. انا او غيري احنا شايفين الموقف من بعيد احنا هنغلطك انت لان احنا شايفينك ان انت مبالغ، لان احنا شايفين ان الموقف اللي حصل ده ما يستدعيش التصرف اللي انت عملته ده. فانت هنا بتفقد حقك يا فندم، انت هنا بتطلع انت اللي غلطان، انت هنا بتطلع ان انت اللي وحش، التاني هيعيش دور الملاك والضحية وفي ايه وما جراش حاجة، وانت ايه اللي مضايقك وانت ايه اللي مزعلك. ولو جيت قعدت تقول ده انت عملت وعملت 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 وعملت، ناس هتقول إيه ده انت سوداوي، ده انت شايل جوه قلبك، ده انت اعوذ بالله منك يا اخي، ده انت الواحد يبعد عنك وما يتعاملش معاك، مع ان انت بقالك كتير مستحمل. عشان كده انا بقول لك لا، ما تقعدش تعبي في استياءات جواك وتفضلش شايل من اللي قدامك. لما تحصل الحاجة اللي تضايقك بكل لطافة جدا، بعد إذنك ده بيضايقني، بعد إذنك يعني ده بيزعجني، بعد إذنك أنا حابب إن علاقتي بيك يعني تبقى كويسة ومش حابب إن أنا أبقى متضايق منك، فبلاش تعمل دي، خلي بالك من دي، راعي الحتة دي عشان أنا بتحسس منها. كل شياكة وكل لطافة، لا بقول لك علي صوتك ولا بقول لك زعق ولا بقول لك اغضب ولا بقول لك آه يعني اتعامل بسلوك غير لائق. نيجي لآخر نوع وأهم نوع طبعا الحدود الصحية. الحدود الصحية يا جماعة ده شخص عارف هو عايز إيه، عارف آراءه، عارف اهتماماته، عارف قيمه، عارف نفسه كويس جدا، عارف إيه اللي بيوافق عليه وإيه اللي مش بيوافق عليه، عارف إيه اللي بيناسبه وإيه اللي مش بيناسبه، عارف إزاي يعبر عن الحاجة اللي بتضايقه لما تحصل من غير ما يتهم الشخص اللي قدامه بشيء.
انا بقول ان ده مضايقني، من غير بقى ما اقول لك ده انت ازاي كده، انت ازاي. لا خالص، من غير ما اتهم الشخص او اوجه ليه اصابع لتام فيحس ان هو مضطر انه يدافع عن نفسه خالص. طيب، في ملحوظه يا جماعه مهمه بقى، اهم من الخمس انواع اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، الا وهو السؤال الاهم: انتوا بتستخدموا انهي نوع من الحدود؟ ممكن ناس تكتب في الكومنتات كده تقول لنا هم بيستخدموا انهي نوع من الحدود. يعني هل انت شخص بلا حدود؟ هل انت شخص حدودك فقاعية؟ هل انت شخص حدودك صارمة؟ هل انت شخص حدودك غاضبة؟ ولا انت حدودك صحية؟ ماشي، فاطمة بتقول لنا انا بلا حدود. جهاد: انا الحدود الغاضبة. يلا عايزين بقية الناس. ماشي، هند غاضبة. يوسف غاضبة. مريم فقاعية. رضوى غاضبة. حلو والله الناس الجميلة اللي بتشارك. هيام: يا صباح الحدود الغاضبة. دامية محمود صحية. حلو، يعني محمود يعني منة الله صحية. ماشي، صحية صارمة غاضبة. واضح إن في ناس عصبيين كتير في المحاضرة. ليه يا إريني غاضبة بس؟ رندا: بحاول تبقى صحية بس بتفلت مني وتبقى غاضبة. حاولي حاولي مرة واتنين وعشرة، يعني برافو عليك إن أنت بتحاولي. شوية فقاعية وشوية غاضبة. انتوا عارفين بقى ايه الجميل في اجاباتكم يا شباب؟ انه هلفت نظركم لحاجه: استخدامك للحدود بيكون متنوع. يعني انا مش دايما اكون دايما غاضب. ليه بقى؟ لانه في ناس ممكن تبقى مثلا في الشغل انا حدودي صارمه جدا. طب في العلاقه الرومانسيه بقى الحلوه انا بلا حدود. يا بص، انا كتاب مفتوح قدامك، اعمل اللي انت عايزه يا عم، انا مستنيك من زمان اصلا، وخد كل حاجه. في ناس في البيت بلا حدود برضو. انا كده كده ملناش كلمة في البيت يعني. يعني ممكن الدنيا تكون بايظة، وممكن نطلع بقى بره مع الناس، مع زمايلنا واصحابنا، نبقى حدود غاضبة، لان احنا شايلين ومعبين قوي من البيت بقى نطلع غضبنا ده كله في الناس. فخد بالك ان احنا بنتنوع، انه محدش فينا هي حاجة واحدة وماشي فيها على طول، لا. وخد بالك ان انت تحاول على قد ما تقدر تكون حدودك صحية في كل البيئات، مع اهلك، مع زمايلك في الشغل، مع اصحابك، مع شريك حياتك. تحاول على قد ما تقدر تخلي حدودك صحية. انما ما ينفعش ان ابقى في مكان انا شخص بلا حدود، وفي مكان تاني انا حدودي فقاعية، او ان انا حدودي غاضبة، او ان انا حدودي صارمة. زي ما اتفقنا، القاعدة الأساسية: الحدود بتتحط مع الكل، مش مع ناس وناس. طيب، تعالوا نرجع برضو كده لفكرة الحدود. إن أنت لازم تخلي بالك إن الحدود دايما بتتناسب مع الموقف دايما والزمان والمكان بيحدد بشكل كبير جدا أنا هستخدم أنهي نوع من الحدود. يعني لو أنا بتعامل مع شخص توكسيك مؤذي وأنا عارف والناس كلها عارفين والناس كلها قايلين لي، فأنا لا، أنا محتاج أبقى صارم جدا معاه. يعني احنا يا جماعه الحدود الصارمه دي احنا بنستخدمها مع الناس المؤذيين. لا، هو انت ما بتتعاملش معاه اصلا من الاول كده، لازم ياخد الوش الخشب عشان يعرف ان هنا ده هنا كتاب مقفول. هنا ما تفكرش ان انت تلعب. فانت هتلاقي ان دي تستحق ان انت لو حد قلت له حدودي بشياكه وبلطافه مره واثنين وثلاثه وهو مصر يتخطاها، لا، انت تستحق الحدود الغاضبه. ان انت يوم ما تتعدى حدودك ان انا اهب فيك. ليه؟ لان انت الكلام الكويس والمعامله الحسنه ما نفعتش معاك، خلاص خد الوش التاني. لان انا مش هفضل قدامك الشخص الطيب الكيوت اللطيف، ما انت هتفضل تغتصب حقي وهتفضل تيجي عليا. لا، انا مش هسمح لك. يبقى تفكر 1000 مرة قبل ما تتعدى حدودي، ان انت تخاف من رد فعلي منك. فيا جماعة، كل ما تنوعنا في استخدامنا للحدود، كل ما ده خلاك انت شخصية فليكسيبل، انت مرن، وعندك القدرة ان انت تتعادل. طيب، تيجي نعرف بقى ايه هي حدودنا، وايه هي انواعها، لان دي نقطة مهمة جدا. وركز معايا وانا بشرحهم لك، واكتب عندك انت انهي نوع من الحدود
من الحاجات اللي هنتكلم عليها. انت محتاج آه، شايف ان النقطة دي مهمة جدا بالنسبة لك، ومحتاج تبقى عارف احتياجاتك منها وهتحققها ازاي، ومين من الاشخاص اللي اكتر شخص بيتعدى على هذا الشكل من اشكال حدودك. اول نوع من الحدود يا شباب اسمه الحدود الجسدية. مين يحق له يسلم عليا، يمد ايده ويسلم عليا؟ انا ممكن اكون بنت، ما احبش مثلا ان اسلم على اولاد، انا حرة. آه، ممكن انا شخص مثلا ما بيحبش الاحضان، ففي ناس لما بتشوفني صحابي او زمايلي يقرب ويحضن، انا ممكن اكون ما بحبش ده. احنا هنا في ثقافتنا بنحب نبوس بعض قوي، وعارفين طبعا 25 بوسة اللي بتاخدهم على خدك ده، وال25 بوسة اللي بتاخدهم على خدك التاني. انت ليك الحرية ان انت تحدد مين اللي يحق له يلمسك، يسلم عليك، يبوسك، يحضنك. الحاجات دي مهمة جدا بالنسبة لك، ان انت تبقى عارف ايه اللي انت بتسمح بيه، وكمان مين اللي يحق له. يعني انا ممكن ابقى بقبل ده من شخص، ومن شخص تاني ما بقبلوش، انا حر. اصل دي حدود انا، مش حدود حد تاني. فلازم تكون واخد بالك قوي من الناحية دي. مين اللي يحق له يخش باب الأوضة عليا من غير ما يخبط؟ وممكن أكون شخص ما بيسمحش لأي حد إن هو يخش عليا إلا لازم يخبط على الباب. مين يحق له يجي يزورني من غير ميعاد، ومين لأ؟ ده مهم جدا، لأن أنا ممكن أبقى قاعد في البيت على راحتي، فأنا اللي هيجي ده هيزعج راحتي. فكل دي حاجات أنا لازم أبقى عارفها، وعارف أبقى سامح لمين ومش بسمح لمين. ولو أنا مش سامح للكل وكل حاجة تبقى، أنا حر. دي حياتي ودي شخصيتي ودي حدودي. تاني نوع من الحدود يا شباب الحدود الفكرية، أفكارك. تيجي بتتكلم عن وجهة نظرك في حاجة، بتعبر عن رأيك في حاجة، تعبر عن ذوقك في حاجة، آه، إن أنت الشخص اللي قدامك ما يحقلوش إنه يقلل منك، ولا يتفه من رأيك، ولا يعلي عليك. أنا ما بسمحش بالأسلوب ده. أنت ليك رأي وأنا ليا رأي، زي ما عايزني أحترم رأيك، أنت كمان لازم تحترم رأيي. نختلف ما نختلف يا سيدي، أنا بحب اللون والله الأسود، أنت ده اللون اللي أنت بتكرهه. أنت حر وأنا حر. لو ما يحقلكش تيجي تقول لي أنت إزاي ما بتحبش أو ده أنت تافه جدا إن أنت بتحب حاجة زي كده. لا، أنا مش تافه لأن أنا بحب حاجة زي كده، ده ذوقي. هلا قلت لك إن أنت تافه عشان أنت بتحب اللون البني مثلا؟ في حاجات المواضيع مثلا، يعني انا واحد من الناس بقابل ناس كتير جدا بتيجي تتكلم معايا في السياسه، فانا دايما بقول يا جماعه انا ما بحبش اتكلم في ده. ففي شخص اصر كذا مره انه يفتح مواضيع، وقلت له بعد اذنك، انا قلت لك كذا مره انا ما بحبش اتكلم في الامور دي. فانا هنا ليا حدودي، ان انا بقول للشخص انا ايه. حتى الموضوعات اللي انا بحب اتكلم فيها ما بحبش اتكلم فيها. انا مش عايز اتكلم في النقطه دي. انا ممكن حد يجي يسالني في حاجه في علم النفس او حاجه، والله انا مش مستعد نفسيا ان انا اتكلم في الحاجه دي. يعني يومي كان طويل ومرهق جدا، والموضوع ده بياخد مني طاقه، انا مش حابب مثلا دلوقتي ان انا اتكلم في الحوار ده، او ان الكلام في المواضيع دي ليها اماكنها. مش ده المكان المناسب ان احنا نتكلم فيه في الامر ده. دي حدودي الفكريه، اتكلم عن ايه وفي ايه، وايه الامور حتى، او ايه الموضوعات اللي انا بحب اتكلم فيها. انا عارف. تالت نوع بنسميها الحدود العاطفية، ودي مهمة قوي بقى يا شباب. مشاعرك، أما تيجي تعبر عن حاجة لمساك قوي، أما تيجي تعبر عن شعور، أنا متضايق، أنا زعلان، أنا مخنوق، آه، أحب قوي إن الشخص اللي قدامي لا يجادج على مشاعري، ما يحكمش عليها ولا إن هو يقلل منها. ده شيء مش مسموح بأي شكل من الأشكال. آه، فأنا لازم أبقى عارف حدودي، كمان عارف إيه المعلومات اللي اقدر اقولها عن نفسي وايه اللي لا، لان في ناس بتيجي تتدخل وتتطفل عن حياتك. لا، هو انا مش حابب ان انا اتكلم في الامر ده. حياتي الشخصيه ما بحبش ان انا اتكلم عنها، انا حر. ما بحبش اكشفها، ما بحبش حد يكون عارفها. انا شخص بيقدر جدا الخصوصيه. انت شخص فضولي بقى، دي مشكلتك. فلا والله ما تقربش من الحته دي، عشان آه، هتزعجك، او عشان انا مش هقبل بيها. فانا لازم ابقى عارف انا حدودي ايه في الحتة دي بالذات. المعلومات الشخصية اللي انا احب اصرح بيها، وايه اللي ما احبش ان انا اصرح بيها.
وبأنهي قدر. في حد ممكن يبقى بيجي بيحكي لك عن مشاكله في البيت كلها، فيجي يقول لك انت ليه ما بتحكيليش عن المشاكل اللي عندك؟ انا ما بحبش احكي او اتكلم عن مشاكل البيت بره. انا حر. انت بالنسبه لك ده امر عادي، او ان انت بترتاح لي ان انت بتحكي لي حاجه زي كده. آه، انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله ان اسمعك وسرك في البير ما يطلعش لبره، انما ان انا احكي لا، انا ما بحبش احكي. والله يوافق على الحدود دي اهلا وسهلا، ما وافقش واتقمص وزعل هو حر، ما يتقمص ويزعل، انت مش هتساومني. انت مش بتحكي لي عشان انا لازم احكي لك. احلى حاجه يا جماعه في الحدود، ولما بنوصل للحدود الصحيه، انت مش بس بيبقى عندك القدره ان انت تحط حدود، دي شجاعه منك، بس بقى في حته احلى، ان انت يكون عندك المرونه في ان انت تحترم حدود اللي قدامك بقى. وكمان لما يجي حد يحط حدوده ويقول لك لا والله بعد اذنك ده بيضايقني، فانت تحترم ده. ياه، بقدرها قوي لما اشوف بني ادم بيحترم حدود اللي قدامه. ليه؟ لان ده بني ادم ناضج، ما خدهاش بقى على صدره ولا اتقمص ولا معرفش، لا خلاص هو بيتضايق من ده، فانا خلاص انا احترم ده. دول الناس اللي فعلا تتحط على الراس. انما بقى الاشخاص الغير ناضجين عاطفيا وانفعاليا وعقليا وكل حاجه، هيتقمص وهيزعل وهيطلعك انت الغلطان. طلع وازعل واخبط راسك في الحيط، ما عنديش اي مشكله خالص، اعمل وتشال وتحط وتنطط. انا حطيت لان هو ده اللي بيريحني دلوقتي والقدام. انما انا هتخلى عن حدودي النهارده عشان خاطر حضرتك ترضى عني؟ انا هعيش مستاء عمري كله، وهبقى متضايق كل ما بتعامل معاك، كل ما بشوفك انا عايش نفس الاحساس ده ليه؟ في برضو الحدود الجنسيه، ودي حاجه بتبقى منتشره اكتر في الثقافات الاجنبيه، كون ان الامور دي متاحه هناك، فطبعا آه، يعني ليها مساحة كبيرة قوي عندهم، وبيتكلموا فيها ايه اللي مسموح بيه وايه اللي مش مسموح بيه، وايه اللي برضى بيه وايه اللي مش برضى بيه. فهي حاجة نوعا ما مش في ثقافتنا يعني. في طبعا الحدود المادية دي مهمة جدا، زي ما اديت في أول المحاضرة مثال على الفلوس. مش بس الفلوس، أنا ممكن يبقى لبسي، دي حدود المادية، ما هو لبسي ده بتاعي، مسموح لي مين إنه يلبسه أو ما يلبسوش، أو يستلفوا مني أو أنا ما بحبش أسلف حد حاجتي، أنا حر. لو عندي عربية، في شخص عايز والله ممكن اخد عربيتك اروح بيها مشوار، انا ممكن لا، انا ما احبش ادي لحد عربيتي مثلا. او والله انا ممكن اجي معاك، يعني انا ممكن اجي معاك لان انا مثلا عايز ابقى انا اللي سايق عربيتي، انا اخد بالي منها. ففي شخص هو ممكن يساعدك ان هو يديك عربيته، بس هو هيبقى معاك، فدي حدوده. انا ما عنديش مشكلة. بس في حد لا والله انا ما بديش عربيتي لحد، يعني ما بحبش ده. انت حر، ممكن اللي قدامك يزعل ويتضايق منك، يزعل، بس خلاص انت من مرة، اول مرة قلت له لا والله ان ده بيضايقني او ان انا ما بحبش ادي حد، خلاص هو المفروض يحترم ده. لو هو عنده مشكلة انت كنت حل من الحلول دي، هيروح يشوف حل تاني. في حد تاني ممكن بيبقى بالنسبة له عادي، اتفضل، ما عندوش اي مشكلة، خلاص هو مرتاح وانا مرتاح. ممكن يبقى متضايق من الموقف في لحظتها، انما بعد كده هيروق وهيبقى زي الفل. لان هي مش هتبقى واقفة عليا، مش هتبقى واقفة على عربيتي، مش هتبقى واقفة على البنطلون ولا الكوتش بتاعي ولا البليزر بتاعي ولا البلوزة بتاعتي ولا الطرحة بتاعتك. لو دي ما خلاص هيشوف حد تاني. فخدوا بالكم يا جماعة إن الحدود المادية دي قد إيه بتكون مهمة، بشكل كبير جدا، إن إحنا نبقى عارفين مين اللي يحق له يستخدم أدواتي ومين اللي ما يحقلوش، حتى لو كانت الأداة دي قلمي، أنا حر يا عم. في حدود تانية بنسميها الحدود الزمنية، الوقت. آه، الوقت، إنه في شخص ممكن يبقى عايز يرغي ويتكلم معاك طول اليوم. لا، ما معلش والله انا في شغل طول اليوم، فلو محتاجين نتكلم فاحنا هنتكلم في اخر اليوم مثلا. انا واحد بالنسبه لي انا ممكن ابقى في محاضره طول اليوم، في محاضرات، فلو حد عايز ياخد رايي في حاجه، انا دايما بسأل حاجه سريعه ولا الموضوع طويل. لو حاجه سريعه انا معاك، طب لو موضوع طويل لا، هو انا حاليا والله عندي شغل. عندي شغل ده ممكن يكون وقتي مش متاح ان انا هقعد اسمعك لوقت طويل. ممكن الموضوع طويل فهياخد من طاقتي، وانا طاقتي دي انا محتاجها لحاجات تانية انا لسه هعملها. فانت ممكن الحاجة اللي انت هتتكلم عليها دي هتستنزف من طاقتي، وانا لسه يومي طويل، فانا محتاج الطاقة دي لحاجات تانية.
انا عشان اسمعك لو انت بتكلمني في مشكله نفسيه انا لازم اكون مهيئ نفسيا ان انا اسمعك، لان ده شغلي. فانا اساسا طول حياتي انا قاعد بسمع مشاكل نفسيه. اوقات بتيجي تلاقي حد داخل لك الساعه 2 3 بالليل كده حكي لك قصه حياته بلا مقدمات. انا فاكر في مره قلت للشخص قلت له هو احنا نعرف بعض؟ قال لي لا. يعني انت لا دخلت لا قلت ازيك ولا قلت صباح، انت دخلت حكيت قصه حياتك كلها. طب هل انا اديتك الاذن ان انت تعمل ده؟ هل انت سالتني انا وقت مناسب ولا لا؟ لانه الناس اعتقد اوقات بتظن ان انت شخص سهل فانت شخص متاح. ففي اي وقت لا، انت لازم تستأذن الاول، هل انت وقتك متاح وامتى عشان اقدر آه، اقول لك او اسالك على الحاجه اللي انت عايزها. بكره يا جماعه لما تكبروا وتشتغلوا يبقى عندكم بيت واسره وناس مسؤولين منكم وناس انت المفروض انت ملتزم ناحيتهم بوقت وجهد وطاقه. انت لو ما عملتش توازن لحياتك انت حياتك هتختل. لان انت هتلاقي نفسك ممكن تبقى في سبيل ان انت ترضي زمايلك انت بتيجي على اهل بيتك. فلا، لو انا بشتغل في مكان والناس دي عايزيني 24 ساعة. انا فاكر حد بعت لي مسج الساعة واحدة بالليل كان طالب حاجة مني، والله العظيم كنت نايم ما شفتها اصلا. بيرن 50 رنة الساعة 9 الصبح، فين الحاجة؟ انا قلت لك تبعتها لي الصبح. ابعت لمين؟ انا كنت نايم و9 الصبح دي انا لسه ما صحيتش اصلا. ده يا فندم هو احنا مش نايمين على الواتساب 24 ساعة. فانا لا، انا بعرف اللي قدامي لا، مفيش الكلام ده معايا. لان انا ممكن اصحى الصبح انا ما ببصش على الموبايل، ممكن يبقى عندي شغل الساعة 8 الصبح، فانا يا دوب بصحى 7 او 6 انا بطلع اجري اشوف شغلي اللي ورايا، اشوف المحاضرة اللي عندي. فان انت تبعت لي حاجه واحده لا، ده شيء مش مسموح. انت محتاج مني حاجه فانت لازم تكون مديني الوقت اللي انا اقدر اعمل لك فيه الحاجه بتاعتك. انا بحط حدودي عشان بعد كده الشخص يبقى عارف قبل ما يطلب منك حاجه انه يبقى فاهم امكانياتك وفاهم وقتك. انما لو انت بتعكس دايما اللي قدامك ان انت متاح دايما، هو دايما هيلومك انت ليه ما ردتش وليه ما اتكلمتش وليه ما جيتش وليه ما عملتش. لا، ما هو انت اللي عكست اللي قدامك ان انت فاضي وما عندكش حاجه بتعملها في حياتك. فانت لازم تكون شخص مليان من جواك وعارف نفسك كويس، عشان ده بينعكس على اللي قدامك. لو انت شخص فاضي من جواك اللي قدامك هيشوف ان انت فاضي، فبالتالي هيتخطى ويتعدى حدوده معاك. فالوقت ده مهم جدا يا شباب، لازم تبقى عارف وقتك كويس جدا. انتوا النهارده مثلا محاضراتكم على سبيل المثال الناس اللي محاضراتها كلها اونلاين او اي حاجه، حد داخل يكلمك او داخل لا هو انا دلوقتي في محاضره، انا دلوقتي بذاكر. الناس بتقوم ترمي كل حاجة وتروح تشوف اللي اتصل أو اللي رن أو اللي عمل. أنت اللي بتخلي حياتك بلا حدود. لا، أنا وقتي ده دلوقتي لمذاكرتي، وقتي ده دلوقتي لمحاضرتي، وقتي ده دلوقتي لأسرتي، لأهل بيتي. أنا قاعد معاهم، الوقت ده بتاعنا. يعني أنا ممكن أبقى صاحي وأونلاين عادي وأنت بعت لي حاجة مش عايز أرد، لأن الوقت ده التايم ده بتاعنا. أنا عايز أقعد يا عم كده سكرول على الفيسبوك ولا التيك توك ولا على أي حاجة، أنا حر. ده الوقت بتاعي أنا. فانا موجود بس انا مش متاح، انا مش هقدر ارد دلوقتي. وزي ما قلت لك آه، الشخص الناضج هو الشخص اللي هيحترم حدودك. الشخص اللي هيتقمص ويزعل ده بلا منه. هي هتوجع دماغنا ليه؟ هي مش مستحملة اصلا. طيب، تعالوا كده مع بعض وكل حد يتخيل شخصا ما في حياته هذا الشخص يخترق حدوده. تخيل شخص معين اكتر حاجة مضايقاك حاليا، تخيل شخص معين اكيد جه في بالك واحنا بنتكلم عن حدود شخص ما، وقول لي كده في الكومنتات الشخص ده بيخترق انهي نوع من الحدود بتاعتك. يعني حدودك الجسمية، حدودك الفكرية العاطفية المادية الوقتية. اكتبوا كده يا جماعة وقولوا اكتر حاجة الشخص ده بيخترق هذا النوع من الحدود عندك. حلو، يعني رحمة قالت الحدود الوقتية، يوسف الوقتية. أنا شخصيا عندي مشكلة مع الوقت، يعني أنا معاك والله. فاطمة المادية والوقتية. حلو. رحمة بتقول الفكرية.
أولياء الأمور بالنسبة لي بتخترق الحدود الزمنية. حلو جدا. اه، الشخصية اللي رضوى بتقول الشخصية لما تبقى عاوزة تعرف عن حياة الشخصية كل حاجة، أيوة دي حدود العاطفية جدا. يعني ما شاء الله معظم الناس عندها مشاكل مع الوقت زي حالاتنا. ميادة بتقول الوقتية والجسدية. طيب، والله يا جميل، ده أحلى حاجة في المحاضرة النهاردة، لأنه مطلوب إن إحنا بنحط إيدينا على النقاط اللي عندنا فيها مشكلة عشان نبقى واعيين ليها، آه، عشان نبقى منتبهين للحل أو للحلول اللي إحنا محتاجين نعملها عشان نراعي الحاجات دي بشكل كبير جدا في الناس اللي بنتعامل معاها. زينب بتقول أنا بحس إنه مش من حقي إن أنا أعمل حدود أصلا. لا، من حقك ونص طبعا. وخدي بالك، الحق مش هستنى إن اللي قدامي هو اللي يديهوني، لأن ممكن اللي قدامي يبقى مبسوط أساسا إن أنا ما عنديش حدود. الحق ده أنا اللي باخده، أنا اللي بدين نفسي وأنا اللي باخده بتصرفاتي وأفعالي. إنما أنا لو هنتظر طول الوقت إن اللي قدامي يديني حقي، ياه، ده أنت غلبان جدا. طيب، وإحنا شباب بنحط الحدود، لازم نراعي 4 حاجات مهمين جدا. أول حاجة يقول لك استخدام لغة جسد واثقة. لازم عارفين في نوع بيقول الحاجة، وهو هو نبرة صوته كده، عارف انت بتترعش كده، عارف انت هو خايف وهو بيتكلم. في حد تاني يقول ان ده بيضايقه وهو باصص في الارض مش باصص للشخص، فخلاص انت اديت انطباع للشخص اللي قدامك ان انت مهزوز، فهيجي عليك او هيشكك فيك، او هيشكك او هيكذب في الحاجة اللي انت بتقول، او مش هياخد كلامك على محمل الجد. لا، خد بالك ده وانت بتحط حدودك، لازم باصص في عين اللي قدامك، بتستخدم نبرة صوت ثابتة وواثقة، لا هي نبرة صوت عالية ولا هي نبرة صوت منخفضة اللي هو صوتك مش مسموع وكأنك خايف، لا. وده اللي بنسميه بيه ان انت بي كونفيدنت، ان انت تبان شخص واثق وانت بتتكلم. تاني حاجة لازم تكون محترم، ودي مهمة بقى. يعني لا ينفع تصرخ ولا ينفع تعلي صوتك ولا ينفع تهين اللي قدامك خالص. ليه؟ لأنه وقتها الآية هتتقلب، الترابيزة هتتقلب عليك. انت اللي اتعاملت بقلة ذوق، انت اللي عليت صوتك، الموضوع ما كانش يستاهل كل ده. عارفين انتوا كل التعليقات وكل الكومنتات دي؟ لا. فانت لازم تكون محترم بشكل كبير. كتير جدا مننا والله بيضيع حقه بسبب ان هو بيطلب حقه بطريقة عصبية، بطريقة فيها علو صوت، وكأني بدي نفسي كل الحق لان انا عارف ان انا معايا الحق، فخلاص بقى انا هشوط اللي قدامي. مش صح. لان زي ما قلت لك الترابيزه هتتقلب عليك، الشخص اللي قدامك هيدافع عن نفسه، اللي هو مش هيقبل اسلوبك ده. فلا، لازم تطلب او لازم تقول حدودك بأدب واحترام. رقم 3، خطط مسبقا انت محتاج تقول ايه ومحتاج تعمل ايه. لو انت شخص ممكن عندك مشكله في ان انت تحط حدود، فزي ما قلت لك احنا النهارده الفرصه ان احنا بنبني الوعي عشان نبقى عارفين ايه هي حدودنا وايه الحاجات اللي عندنا مشاكل فيها. فانا ابقى محدد ان انا ممكن ابقى محدد جمله واحده، جمله بس واحده، ودايما اكررها بيني وبين نفسي عشان لو حصلت حاجه انا هجي قايل الجمله دي على طول. فانا اتعودت على شعورها، مش حاسس بالخوف وانا بقولها من كتر ما انا كررتها وقلتها بيني وما بين نفسي. فانا محتاج اوقات ان انا ابقى مخطط انا هقول الحاجه دي ازاي، لانه مهم جدا. لان ممكن الشخص اللي انا عايز احط معاه حدودي ده ممكن يكون والدي او والدتي، فانا عارف ان هلاقي صعوبه وانا بحط حدودي دي. ممكن يكون بتعامل مع شخص نرجسي او بتعامل مع مدير في الشغل شخص بشع، انا محتاج اكون مخطط كويس وانا بحط الحدود دي. وكمان محتاج ابقى عامل سيناريو او عامله سيناريو لرد فعل اللي قدامي، لانه اكيد اللي قدامك هيرد، وايا كان رده انت لازم تكون محافظ على ثباتك ومحافظ على حدودك. واوقات في ناس ما بيمشيش معاهم الا الاسطوانه المشروخه. يعني انا قلت له والله انا
أنا للأسف والله مش هقدر أقعد النهاردة للساعة 5. يعني أنا فاكر في يوم كان كان عندي شغل، كان من الصبح فضلنا لحد الساعة 3، وبعد كده قالوا لنا مش هتروحوا إلا لما تخلصوا الشغل. ف... فالناس سكتت، فأنا قلت لهم لا، مفيش الكلام ده، احنا هنا من الصبح، احنا لا أكلنا ولا شربنا، يعني إيه مش هنروح إلا لما أخلص الشغل؟ أنا محتاج أمشي دلوقتي، أنا ورايا حاجات محتاج إن أنا أخلصها. وفعلا كنت سبب في إن أنا آه، أنهي المهزلة دي، لأن أنا مش هسمح إن أنت تستغلني. لو كنت فضلت ساكت كنت فعلا ممكن تقعد للساعة 8 بالليل، أنت شغال عادي، اللي قدامك ولا فارق له، هو كل اللي همه إن الحاجة أو الشغل تخلص. لا، فأنت أيا كان الردود اللي قدامك أنت لازم تكون متمسك برأيك. بنسميها الأسطوانة المشروخة. هو خلاص خلص قال كل لا وما عرفش إيه، والله لا أنا هعمل، أنا عندي مشكلة مع كذا فأنا هعمل كذا. فاللي هو خلاص هو لقاك إن أنت ما تهزتش، أنت لسه ثابت على موقفك. أوقات كمان يا جماعة أنت ممكن ترسم حدودك أو تقول حدودك واللي قدامك يتعداها. ممكن يكون اللي قدامك ده والدك أو والدتك، فيعني ما باليد حيلة أوقات. بس أقول لك على الأقل أنت قلت إن ده بيضايقك. في كل مرة هو بيعمل ده أنت قلت له أو قلت لها بكل احترام إن ده بيضايقك، إن أنت إن ده بيأثر عليك، إن ده بيزعجك، أحسن من إن أنت تسكت في كل مرة. فاللي قدامك خلاص زي ما قلت لك، أنت السكوت الناس بتعتبرها يعني علامة السكوت الرضا، يعني خلاص أنت موافق، أنت ما عندكش مشكلة، أو إن أنت تستحق الإهانة أو الشتيمة أو الغلط اللي هو بيغلطوا فيك. رابع حاجة التنازل، كومبرومايز. أوقات في العلاقات العاطفية أو الأسرية بشكل عام إحنا أوقات بنتفاوض، يعني مش ده يعني ده. لا، إحنا أوقات الموضوع مش لازم إن أنا أكسب واللي قدامي يخسر، إحنا مش داخلين حرب، لا إحنا أوقات لازم نتفاوض مع اللي قدامنا. لو لقينا اللي قدامنا بيتعامل باحترام مع حدودنا، أنا مقدر والله وقتك، بس أنا محتاج منك تحاول تلاقي لي مثلا وقت في يوم تاني أو حاجة تانية. لقيت إن اللي قدامك يعني قدر الظرف اللي أنت موجود فيه أو احترم حدودك وبيطلب حاجة منك بكل شياكة، فأنا ممكن أتفاوض مع الشخص ده احتراما ليه، إن أنا أفهم احتياجات الشخص اللي قدامي كمان، هو محتاج إيه وعايز إيه. فالموضوع مش دايما إن أنت لازم تبقى طف وإن أنت تبقى متمسك بالحاجة اللي قدامك، لأنه العلاقات ما بتمشيش كده. بل احنا اوقات بنبقى كده ان انا افضل متمسك بالشيء اللي قدامي لما يكون اللي قدامي مؤذي، لما يكون اللي قدامي هو عايز يستغلني، فانا مش هتنازل. انما ان الشخص اللي قدامك بيحترم حدودك، بيحترم وقتك ومحتاج حاجة، فانا لا، انا ممكن اتفاوض مع الشخص اللي قدامي واعمل الحاجة اللي انا عايزها. اقدر اقول لا ازاي؟ قال لك ان انت رقم واحد لازم تبقى عارف الحاجات المهمة بالنسبة لك عشان تقدر تظبط حدودك. لو أنا شخص بيقدر الأسرة جدا، فأنا محتاج أبقى حاطط حدود في الشغل. وبشوف ناس كتير بجد بيعملوها. المراسلات اللي بتيجي على الواتساب وجروبات الواتساب بتاعت الشغل، وجع الدماغ ده كله، والله لا، أنا لما بروح بيتي أنا ما بعرفش أمسك الموبايل. أنا لما بروح بيتي أنا في حاجات مطلوبة مني تانية أنا بعملها، فأنا مش هبقى متاح. في ناس بتشتغل شغلانتين والله، فلا بعرفهم والله انا بشتغل شغلانه تانية، فمش هبقى فاضي ان انا اعمل الحاجه اللي انتوا عايزينها دي. كل ما انت بقيت عارف نفسك وعارف انت بتعمل ايه، كل ما انت بقيت قادر ان انت تحط حدودك بشكل كويس. قال لك حدودك هي حدودك انت. ممكن تتوافق مع الناس، يعني ممكن الحدود دي اللي قدامي تبقى متوافقة وماشية معاهم وما عندوش مشكلة، وممكن ناس تانية لا، هي بالنسبة لهم مشكلة. قال لك كل ما كنت عارف حدودك قبل ما تدخل موقف معين، كل ما ده قلل احتمالية ان انت تتفرض عليك حاجة او تحط في موقف انت مش انت مش عارف اقول ولا لا، او ان انت تخش في حالة من حالات التشكيك. فكل ما كنت عارف حدودك كل ما ده كان كويس جدا.
في بقى مجموعة جمل كده لطيفة بنقولها، بنقول إن أنا مش مرتاح وأنا باعمل ده، أنا مش هابقى مرتاح وأنا باعمل ده. جملة بسيطة جدًا من غير ما بأسيء للشخص ولا باهينه ولا باقول له أي حاجة، من فضلك ما تتعاملش معاه بالشكل ده. جملة بسيطة مش محتاجة تبرير، وعايزكم دايمًا يا جماعة ما تبقوش very explanation، يعني مثلًا إيه، من فضلك ما تتعاملش معايا بالشكل ده عشان أنت الأسلوب ده بيضايقني وبيزعجني وأنا ما باحبش حد أنا مش محتاج أقعد أشرح نفسي نُص ساعة عشان أقنع اللي قدامي إن ده بيضايقني. المختصر المفيد هو اللي بيجيب من الآخر، الشخص اللي قدامك خلاص بيفهم إنه هنا ما فيش لعب، من فضلك ما تتعاملش معاه بالشكل ده، حاليًا وقتي ما يسمحش، مش هاقدر أعمل ده ليك، ده مش مناسب ليّا، أنا قررت إن أنا مش هاعمل ده، عاجباني أوي أنا قررت دي، اللي هو خلاص يعني ما تتعبش نفسك، ما تتحايلش عليَّ، ما تحاولش، ده مش مقبول بالنسبة لي، ده تخطي للحدود، أنت هنا اتخطيت حدودك، أنا مش عاوز أعمل ده. شوية جُمل بسيطة، لا أنا باضايق اللي قدّامي ولا باهينه ولا أي حاجة، بس باوصّل له message بسيطة والله إن ده مش مقبول بالنسبة لي. تعالوا كده ناخد مثال ونشوف الناس هتتعامل إزاي. أنت عزمت حد عندك في البيت والوقت اتأخّر والراجل قاعد يعني مرحرح وواخد راحته وأنت عايز تخش تنام، فأنت عايز تقول له يعني هننام بقى، يعني الساعة داخلة على 23:00، 00:00 فهتقول له إيه؟ يعني ممكن الناس تكتب في الكومنتات كده لو أنت حد عزمته عندك في البيت وخلاص الوقت اتأخر وأنت عايز تقول له خلاص يعني شطّبنا، يعني عايزين ننام، هتقولها له إزاي؟ دي حاجة مثلًا بتعكس الحدود الوقتية، ممكن تقوله للشخص ده إزاي؟ عندي شغل بكرة الصبح بدري، هاجهّز لك أوضة، والله أنتم رايقين جدًا، نكمّل بكرة عشان أنا فصلت وعايز أنام، والله حلوة، يعني حلوة والله إن أنا محتاج أنام، قُلت بكل صراحة أنا عايز أنام. هاسأله أنت بتنام إمتى؟ ممكن يقول لك لأ أنا عادي معاكم. آآ نوّرتني ونعوّض يوم تاني. مش عارف هاقول إيه بس في الغالب باقول له البيت بيتك، يعني اقفل أنت التلفزيون بقى وعندك سرير جوّه اتفضل نام. لأ ما إحنا كده يا جماعة، دي مش حدود. آآ ندى عاطف بتقول هتّاوب عشان يعني اللي هو يحس إن إحنا بننام. آآ والله يا جماعة يعني بكل سلاسة يعني إحنا يعني خلاص بقى بننام، وكل سنة وأنت طيب. عندنا بيقفلوا الباب بدري تحت فخلاص يعني عشان ما تنزلش وما تلاقيش الباب مقفول. باشوف أنا الحوار ده دايمًا في مشاكل المخطوبين، فين أنتم الراجل اللي بييجي يقعد شكله هيبيّت هيبيّت ده. طيب تعالوا نشوف مثال تاني. آآ دي بتحصل كتير إنه مثلًا شخص بيطلب منِّك أنتِ كبنت مثلًا إن هو عايز يخرج معاكِ يعني، الراجل عايز يقرّب نبقى أصدقاء نبقى بتاع وأنتِ عايزة ترفضي، هتعملي ده إزاي؟ يعني اتحيفونا يا بنات، بما إن أنتم بتتعرّضوا للمواقف دي كتير. إمم، ورونا سياسة الإحراج عندكم، ما باخرجش مع الرجالة. ما باحبش الخروج أنا متوحدة. والله يا جماعة أنتم واخدين الموضوع كوميديا حزينة. إحنا أسرة محافظة، حلوة إحنا أسرة محافظة دي. افرض شافِك خارجة مع حد بعد كده يقول لِك فين بقى أسرة محافظة، هاخرج معاك بتاع إيه؟ بس إنجي اديتها له في وشه على طول.
والله انا بحب دايما يا جماعه لما نحط الحدود ده ابقى واضح، اللي هو ايه، والله انا شايفه انه لا، انا يعني مش حابه ان انا اخرج، يعني بكل بساطه انا شايفه ان انت لا، مش مستعد ان انا اخد الخطوه دي دلوقتي. آه، ان انت تعبر عن اللي جواك بكل سلاسه، انما ما تقولش حاجة عشان ما تتمسكش عليك بعد كده. يعني لو انا ما بخرجش مع، وبعد كده هو ممكن يشوف خرجتي مع حد تاني، فانت بالنسبة لك حد ده كان مناسب، او انت كنت بترد كده عشان يعني اللي هو بتقول له لا وخلاص. لا والله مش حابة ان انا اخرج. بس فمنعرفش بعد كفاية ان انا اخرج معاك. يعني حاجات كتير من هذا القبيل. انا عندي نفس المشكلة دي بس مع البنات مش الولاد. اه شهد. اه ان ممكن حد من زمايلك او حاجة حابين نخرج مع بعض او حاجة. طيب تعالوا نشوف مثال تاني. الناس الفضولية بقى، غبت عن الشغل، غبت عن الدراسة مثلا أو أي حاجة بقالك فترة بسبب مشاكل في البيت أو حاجة، وبعد كده رجعت وفي حد مصر إن هو يعرف أنت ما كنتش موجود ليه. يعني أنت كنت فين؟ إيه اللي حصل؟ احكي لي. لا لا لا، لازم تحكي لي. يعني لازم تقول لي إيه اللي حصل. فين المشكلة؟ طيب أنت بتخبي علينا ليه يا عم؟ ما تقول يا عم في إيه؟ هو حصل حاجة غلط لا سمح الله؟ فاطمة رضا بحكي، احكي يا فاطمة، أنت عادي قولي اللي أنت عايزاه. حلوة الظروف دي. لا انا بحب دايما اقول والله ما بحبش اتكلم في الامور الشخصيه يعني. اوقات بقول ان الحاجه دي مثلا مش ما تخصنيش انا لوحدي، تخص ناس تانية، فبالتالي انا مش هقدر ان انا احكي خصوصيات حد تاني. فاطمه بتقول بحكي لسواق العربيه، احكوا لبتوع اوبر والله. حلوه جمله ظرف شخص دي، يا حلوه جميله قوي، اللي هو امور خاصه بيا، ظرف شخصي. الحاجات دي يعني بتكون مهمه. طيب ناخد مثال أخير، ولا الأمثلة كده خلصت؟ لا كده خلصت الأمثلة. في آخر حاجة بقى يا شباب، شوية حاجات كده مهمة لازم نكون واخدين بالنا منها. زي ما قلت لك لازم تبقى عارف حدودك من البداية. آه، أنا هوريكم، عايز أعمل لكم رسمة كده. أنا بالنسبة لي بشوف إن أنت نقطة كده، حلو. النقطة دي حواليها دايرة. الدايرة دي دول الأشخاص المقربين منك، ودول الأشخاص اللي أنت هتسمح لهم آه، ان هم نوعا ما في حدود معينة انت سامح ليهم او غيرها من الامور دي، ثم بتيجي بعدها دايرة تانية اكبر. خد بالك ان انت ممكن تكون حاطط شخص ما في الدايرة القريبة دي، بس بعد وقت ما تلاقيه ان هو ما لا، هو زود شوية او تطفل او اخد حاجات انت ما سمحتلوش بيها، فعادي جدا انا جاي نقله للدايرة اللي بعدها. ما عنديش اي مشكلة خالص، لانه كلنا عارفين انه الناس بتتغير بمرور الوقت. انا وارد اتغير، اللي انا بسمح بيه النهارده ممكن بكره ما اسمحش بيه. الشخص ممكن يبقى لطيف معايا النهارده، ممكن بعد كده لا بيتغير او غيره. مفيش اي مشكله خالص. انا اتعاملت بفكره الدوائر دي ان انت هنا فانا خلاص بخرجك اللي بعدها. ممكن تبقى في اللي بعدها وبتتخطى حدودها كمان، انا عادي جدا هاجي نقلك للي بعدها، وعادي جدا انا ممكن احطك بره خالص. يعني تبقى بره الدايره بتاعتي خالص. كل واحد فينا محتاج يا جماعه ان هو يعمل لنفسه الدايره المحيطه بيه دي، ويبقى عارف ايه الحاجات اللي هو محتاج ان هو يحميها، محتاج الحاجات اللي ياخد باله منها، محتاج الحاجات اللي لا انا لازم احط حدود
قوية جدا وما اسمحش لحد إن هو يقرب منها. دي مهمة بشكل كبير جدا. ممكن هوريها لكم دلوقتي في. بصوا كده اللي هي السيركل اللي انتوا شايفينها قصادكم دي، بيقول لك الانر سيركل اللي هي الحاجة اللي جوه. بيقول لك مين الناس اللي انا هقرب او هخلي جوه عندي، دول الناس اللي بيسمعوني من غير ما يحكموا عليا. دي الحاجات اللي انا بحب اعملها، زي ان اقرا، زي ان اروح الجيم، زي ان اقعد العب على الموبايل انا حر. دي السيركل القريبة مني. ماي ثيرابيست، الشخص اللي ممكن انا بيسمعني، سواء ده كان معالج نفسي او شخص مقرب مني جدا، ده الشخص اللي بيسمعني وبحكي له مشاعري واللي حاسس بيه واللي بفكر بيه. البيرسونال تايم بتاعي، الوقت الخاص بتاعي اللي بهتم بيه في نفسي، الناس المقربين مني، أصدقائي، أفراد العيلة. بعد كده بقى في الدايرة اللي بره بقى أو البعيدة عني، يعني لازم أخد بالي بقى في مثلا النقد أو الكلام السلبي، الكومنتات اللي ملهاش لازمة، الشخص اللي بيضغطني بحاجات أنا ما تخصنيش ومش عايز أسمعها، الشخص اللي ممكن عايز يحسسني بالذنب أو يتلاعب بيا، أو المحادثات اللي ممكن تاخد من طاقتي أو تضايقني. فقد ايه يا جماعة السيركل دي بتكون مهمة جدا. ان لازم انت تبقى عارف حدودك وعارف ايه الحاجات اللي انت بتديها قيمة كبيرة جدا، وعارف الحاجات اللي بتضايقك وبتأذيك. فدي اللي زي ما قلت لك انت محتاج تعمل سيركل كده حواليها، وكأن اللي جوه السيركل ده انت محتاج تحافظ عليه كويس جدا. واللي بره السيركل ده، دي الحاجات اللي انت مانع تماما انها تدخل او انها تقرب منك عشان ما تأذيش وما تضركش وتزعجك وتستنزف طاقتك. لازم تبقى عارف قيمك كويس جدا. والقيم دي من الحاجات المهمة بشكل كبير جدا. انا مش عارف هي الحاجة ظاهرة ليك ولا لا، يعني الماتيريال لا ظاهرة زي اول المحاضرة. لا الشيخ واقف يا دكتور. طيب انا واقف. هظهره دلوقتي. هي السيركل لما عرضتها كانت ظاهرة لك ولا لا؟ استاذنكم نقفل المايك. لا ما كانتش ظاهرة يا دكتور. طيب انا كانت ظاهرة في الأول وبعد كده اختفت. اهي انا ظاهرها اهي. خلينا نرجع بقى للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها. زي ما قلنا لازم تبقى عارف حدودك، عارف قيمك. لازم تسمع لمشاعرك، يعني ما تحس شعور معين ان في حاجة بتقول لك هنا ان هنا في مشكلة، او ان هنا لا، او ان انت مستاء، او ان انت بتستنزف في حاجة، او ان انت بتستغل في حاجة. فلازم دي تكون علامة انتباه ليك. انت محتاج تسمع للشعور ده، ما تتجاهلش مشاعرك. لازم تبقى محترم نفسك بشكل كويس جدا زي ما بتحترم الناس. لازم تدي الاحترام ده لنفسك، لان لو ما كنتش بتحترم نفسك صدقني محدش هيحترمك. ما تدورش على إعجاب الناس، لأنه الناس أذواقهم مختلفة وأفكارهم مختلفة. فلو أنت بتدور على إن أنت تعجب الناس فده مش هيحصل مهما حاولت ومهما جيت على نفسك. ده مش هيحصل. فصدقني دور على نفسك هتحس براحة رهيبة قوي. الناس اللي متعودة يا جماعة إنها تكون بلا حدود، مع أول مرة هيحط فيها حدود هيحس بالذنب.
احس ان في مشكله، احس ان في حاجه غلط، احس ان الشخص اتضايق منه. ده شعور طبيعي جدا على فكره، لان انت لاول مره بتعمل حاجه عكس طبيعتك. لو قدرت ان انت تتخطى الشعور ده مره، خلاص بعد كده هيبقى بالنسبه لك الموضوع عادي، وده هيبقى سلوك عادي عندك، ان انت شخص عندك القدره ان انت تحط حدودك بكل سلاسه. فمهم جدا ان انت تحترم نفسك، وتقدر مشاعرك، وتقدر الحاجة اللي انت مش عايز تسمح لحد انه يتدخل فيها. محتاج ان انت تحترم الناس برضو، ما تبقاش اناني. ما تبقاش كل حاجة على حساب الناس. الموضوع مش فوز ولازم اطلع كسبان من الموضوع، لا، زي ما اتكلمنا، اوقات لازم يكون في كومبرومايز لما الاقي شخص بيحترم حدودي. محتاج اكون حازم بشكل كبير. ما ينفعش ابقى صوتي مش طالع، باصص في الارض او غيرها من الحاجات دي. بقول لا بكل احترام. دايما بفكر على المدى البعيد، لانه دايما يقول لك في ايام انت هتدي كتير، هتدي كتير قوي، هتاخد قليل. بس هتيجي ايام تانية انت هتاخد كتير قوي، يعني هيحصل العكس. فلازم برضو تبقى بس باصص للموضوع على المدى الطويل، ما تبقاش باصص تحت رجلك. اخر حاجة هتكلم معاكم فيها النهاردة هي ان في فرق كبير قوي ما بين الحدود، الباوندرز، والباريرز اللي هي الحواجز. في ناس بتعتقد ان الحدود حواجز، في حد ممكن يشوفك مغرور، تنك، اناني انت، او ان انت مش فارق له. لا، الحدود دي هي المسافة اللي بتخليني اتعامل فيها معاك باحترام، وبتحافظ على العلاقة كمان، بتخليني احبك واعرف احب نفسي كمان، من غير ما اسيء ليك ومن غير ما اجي عليك. في ناس زي ما قلت لك هتبقى متضايقة ان انت بتحط حدود، ولكن الأشخاص اللي هتنزعج لما تحط حدود هي أكتر أشخاص كانوا بيستغلوا عدم وجودها. يعني اللي هيتضايق إن أنت بتحط حدود هو أساسا عايزك من غير حدود عشان يستغل ده. فلازم تكون واخد بالك من النقطة دي. للأسف الناس من كتر ما تعرضت لاستغلال وصدمات وعدم ثقة وعدم أمان، ومن أقرب الناس ليهم، بقت بتبني حواجز مش بتبني حدود. يا جماعة انتوا مش فاهمين الفكرة كلها. انت محتاج تتعلم تحط حدود، ان هو ما تحطش حواجز. ليه ما تحطش حاجز؟ لو انا كان ليا صديق قريب جدا مني، والشخص ده انا اكتشفت مع الوقت مثلا انه بيتكلم عليا، ففهمت ان هو مش احسن حاجة، فالعادي اللي الناس بتعمله ايه؟ انا مش هقرب حد مني تاني خالص. لا، مش كده. انت كده بتبني حاجز، انت كده قررت ان انت تقفل حياتك على الذكرى السيئة الوحيدة، اللي هو كان ليا صديق في يوم من الايام وللاسف طلع صديق خاين. طب ليه؟ اعرف حدودك كويس جدا، عرف الشخص ده ان انت اتكلمت وقلت عليه وان انا مش عايزك في حياتي مره تانية، وبعد كده خلي بالي. فبعد كده ممكن ربنا يكرمني ويبقى عندي صديق احسن مليون مره منه، فبقى عايش مبسوط ومرتاح، وجنبي وقريب مني الناس، الشخص اللي بيحبني واللي بيحترمني. فانا عوضت الحاجه الوحشه بحاجه حلوه. انما انا لو قفلت على نفسي هفضل معيش نفسي العمر كله بس على الحاجه الوحشه. الشخص اللي اذاني ده هيفضل معايا العمر كله الذكرى انه لا. يا جماعه، يعني معلش، كلنا بنتعوض. مفيش حد ما بيتعوضش، سواء علاقة، سواء صاحب، سواء زميل، سواء شغل، سواء أي حاجة. مفيش حاجة ما بتتعوضش. يعني ما شاء الله، يقول لك 100 مليار وأنا في واحدة. ليه يا عم؟ ما في منك كتير. يعني مفيش حاجة هتقف على حد. أنت بس اللي بتقرر إن أنت هتوقفها عند فلان أو علان. لا. فلازم نكون واخدين بالنا إن الحدود هي وظيفتها إنها تحافظ على العلاقة، إنما الحواجز هي إنها تنهي العلاقة أصلا، أو إنها ما تكونش موجودة. وزي ما قلت لك، الحواجز إحنا ما بنحطهاش إلا مع الأشخاص المؤذين والسامين، واللي إحنا عارفين إن هم مؤذين. ده اللي أنا أحط له بدل الحاجز 10 ما يعديش. إنما الحدود دي بنحطها مع الناس اللي بنتعامل معاها، ممكن نكون بنتعامل معاها يوميا. ان لا، انا ما بقبلش ده، لا، انا شايف ان ده تخطي لحدودي، انا ده بيزعجني، انا ده بيضايقني، ده مش انا مش هبقى مرتاح وانا بتعامل بالشكل ده. بعبر عن نفسي بكل سلاسة وبكل بساطة. الشخص اللي بيحبني هو الشخص اللي هيحترم حدودي، انما الشخص الاناني هو بس الشخص اللي هيدور على نفسه بس. فرصة سعيدة يا شباب، يعني. وسعدت بيكم والله باللقاء ده وبحضوركم. يعني ربنا يكرمكم ويسعدكم، ودايما نتقابل كده في حاجات حلوة، وربنا يكرمكم كمان ويوفقكم بإذن الله في حياتكم
الناس اللي بتشتغل ربنا يوفقكم في شغلكم، الناس اللي بتدرس يعني ربنا يكرمكم ويوفقكم في دراستكم بإذن الله. يعني وحقيقي مبسوط إن أنا ببقى معاكم وبتكلم معاكم. مبسوط بالناس اللي اتفاعلت في الشات، يعني إيه قد إيه انتوا ناس جميلة وكويسين والله، وأنا ببقى مبسوط وأنا معاكم. الحمد لله المحاضرة دي محدش كتب بحبك يا شيماء. الناس اللي كانوا حاضرين المرة اللي فاتت فاكرين اللاف بومبينج. يعني يا رب محدش المرة دي يعمل يعمل نفس الموضوع. سيبكوا تناموا بقى واشوفكوا على خير بإذن الله. ماشي يا ميادة اللي بتكتبي بحبك يا شيماء. يلا مع السلامة يا شباب، إن شاء الله هوفر لكم المحاضرة، يعني احنا كده كده مسجلينها هنزلها على اليوتيوب وهسيبها لكم، حد حب يرجع لها، حد يشوفها بعد كده، الناس اللي ما حضرتش برضو. اشوفكم على خير بإذن الله، السلام عليكم. ممكن الPDF يا دكتور؟ اه طبعا هحطه لكم على الجروب عيني. شكرا يا دكتور.